من عمرو راضي لأنتيكا ويارا ودينا داش، حكايات البلوجرز في مصر. مجتمع جديد عايش حياته كلها ببلاش، أفراحهم ببلاش، أكلهم وشربهم ببلاش. البلوجرز وحياتهم الغريبة اللي كلها إعلانات ومواقف مزيفة، وبقى حلم وقدوة لكل الشباب والبنات. بعد موضة الترندات الجديدة اللي ظهر فيها بتوع تيك توك والبلوجرز مع مراتاتهم عشان يقدموا محتوى اجتماعي ويقدموا ريفيوهات عن منتجات ومطاعم وكافيهات، ظهر محمد فرج مع مراته لينا الطهطاوي، واللي ظهورهم قل جدا الفترة اللي فاتت، لكن بيظهروا مع بعض في البرامج جوه مصر وبره مصر، والاتنين بقوا واخدين من شهرة بعض، وكل واحد فيهم بيخدم على شهرة التاني لكن بطريقته الخاصة، وبقوا بيقدموا محتوى وبيعملوا فيديوهات مع بعض. وطبعا الناس ما نسيتش فرحهم اللي كان ترند من فترة لمدة أيام بسبب المعازيم اللي كانوا في الفرح، واللي منهم تامر حسني اللي كان مولع الدنيا مع هنا الزاهد في الفرح، وكانت بترقص طول ما هو بيغني. وده طبعا بعد عودة علاقتهم من وقت انفصالها عن جوزها أحمد فهمي اللي كان سبب في خلاف بين هنا وتامر، ده غير محمود العسيلي ومطربين مشاهير كتير كانوا موجودين في الفرح. أما البلوجر عمرو راضي اللي يعتبر من أول البلوجرز اللي اتشهروا في مصر، وكان في الأول بيطلع يقول رأيه في الأكل، واللي بقت شغلانة دلوقتي وبقى اسمه فود بلوجر، وكله بقى بيطلع يقول رأيه في الأكل. عمرو متجوز البلوجر وعارضة الأزياء هدير النحاس، ومن أول ما اتجوزوا وهم مش بيظهروا غير مع بعض في أغلب الأوقات. وبالرغم من اختلاف المحتوى اللي كل واحد فيهم بيقدمه، فعمرو بيتكلم عن الأكل وعنده مطعم وكافيه خاص بيه، وهي بتتكلم عن اللبس وعندها براند فساتين سواري، لكن بيظهروا مع بعض في فيديوهات السفر وأي مكان بيخرجوا فيه. إنما صاحبهم مكاوي اللي ما كانش حد مصدق إنه ممكن يتجوز من كتر علاقاته، جت مراته نورهان عماد وتوبته وما بقاش يظهر في أي مكان غير بيها. أما بقى حسام أنتيكا مصور الفنانين والمشاهير اللي اتجوز من البلوجر يارا البهنساوي، اللي ما بقوش يسيبوا بعض في أي وقت ولا مناسبة ولا صورة، وأي مكان بيروحوه لازم يكونوا مع بعض. وانتشر في الفترة اللي فاتت إشاعات عن انفصالهم بعد ما نشرت يارا صور وفيديوهات بتظهر إن في مشكلة بينها وبين أنتيكا، واللي قالت فيها حلقتنا في المتزوجون مش هتنزل، ادعولنا وياريت محدش يسألني ليه. وبالرغم من ده مفيش أي شيء رسمي خرج من حسام ويارا بيدل على إنهم انفصلوا بالفعل. يارا بلوجر مصرية شهيرة اتولدت عام 2001 واشتهرت على السوشيال ميديا بإطلالتها وقصات وألوان شعرها الغريبة، وبرز اسمها في مجال الموضة والأزياء. ويارا بلوجر مشهورة وعندها أكتر من 1,100,000 متابع على حسابها على الانستجرام، وتعتبر الزوجة التانية لأنتيكا. يارا لما ظهرت في البودكاست اللي أنتيكا بينتجه قالت أنا أعرف أنتيكا من إعدادي، وكان ساكن قريب مني وأعرفه بشكل عام من شغله على السوشيال ميديا، وكنت بتابعه طول الوقت وبحضر كل الإيفنتات، وفي مرة شفته في الشارع وسلمت عليه ونطيت له من شباك العربية. ورد عليها حسام وقال يارا أنتي كانت دخلاتك غريبة. يارا كانت من فانز حسام لدرجة إنه لما نزل إعلان إنه محتاج مساعدة قالت دي فرصتي، وكانت بتتحايل عليه وكلمته 3 مرات، لكن حسام وقتها كان متجوز، وفكرة إنه يشتغل مع واحدة من الفانز كان شايفها إنها ممكن تسبب له مشاكل كتير. البلوجر والميك اب ارتست المعروفة دينا داش اللي بتظهر مع جوزها دايما أو إخواتها في كل فيديوهاتها، وطبعا في ناس كتير قوي غيرهم من أول ما اتجوزوا ما بيظهروش غير مع بعض. دينا عندها قناة على اليوتيوب خاصة بالجمال والموضة والميك اب، وعندها حوالي 250,000 متابع على اليوتيوب وأكتر من 700,000 متابع على الانستجرام. بدأت حياتها العملية بدري وأسست شركة تسويق متخصصة في مجال التجميل. دينا أسست قناة على اليوتيوب بتاعتها بسبب حبها للميك اب، خاصة إنها لقت الجمهور بيتفاعل معاها ومع فيديوهاتها وهي بتحط ميك اب. جوزها محمود أبو الغيط اللي اتجوزته بعد حب أكتر من 8 سنين، واللي بدأت من أيام ما كانوا مع بعض في مدرسة واحدة، واللي اتخرجوا منها مع بعض وكان اسمها MLS. بعد كده اتجوزوا. في النهاية قولوا لنا مين أكتر بلوجر بتحبوهم وبتتابعوهم، وهل شايفين إن البلوجر بقت وظيفة وشغلانة الناس بتعيش منها، ولا دي حاجة للترفيه وحب للظهور؟